السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا وقبل ما نقول اي حاجة، ما تنسوش تصلوا على النبي وتحطوا لي لايك واشتراك في القناة. وكل عام وانتم بخير وبصحة وسعادة يا رب دايما. معانا بقى النهاردة ايه؟ كنافة بالمانجا هنعملها مع بعض دلوقتي. وركزوا قوي في الطريقة علشان تطلع معاكم مظبوطة بشكل الجمال ده. يلا بينا نبدأ. اول حاجة بقى معايا هنا كنافة، والكنافة لازم تكون متجمدة في الفريزر عشان واحنا بنفرفطها كده تبقى تتظبط معانا تمام. وعندي هنا معلقة كبيرة سكر، وعندي كوباية سمنة على زيت. تمام، هجيب بقى الكنافة وفرفتها كده كلها زي ما انتوا هتشوفوا كده دلوقتي اهي. بصوا بقى بتتفرفت معايا حلو ازاي، شايفين؟ عشان متجمدة اتفرفتت معايا حلو. لازم تتأكدي ان هي كلها متفرفته حلو قد بعضها زي ما انتوا شايفين كده اهي، زي ما انتوا شايفين كده فرفتة اهو. هي طبعا في حتت متفرفتش معايا كويس لاني مطلعاها بقالي شوية من الفريزر، فانتي لازم تطلعها من الفريزر على طول تشتغلي بيها. تمام، فرفتها كده كويس. اهي بتتفرفط هنا معايا حلو. بعد ما خلصتها بقى كلها اهيت، بصوا شايفين جمالها اهي. عملتها بقى كلها. هجيب بقى معلقة السكر وارشها كلها عليها، وبعد كده اقلبها كلها علشان السكر يدخل في الكنافة كلها. معلقة السكر دي حلوة جدا، بتخلي الكنافة متماسكة وحلوة، وبرضو بتديها طعم حلو اهو. قلبتها كويس. هجيب بقى كوباية الزيت على كوباية الزيت على السمنة، وهحطها كلها. وبرضو هبتدي ان انا اقلب علشان الزيت والسمنة يدخلوا في الكنافة كويس ويبقوا متشربين منها اهو. زي ما انتوا شايفين كده اقلبها كلها كويس، ولو في حتت لازقة في بعضها لازم افككها علشان كلها تبقى داخلة في بعضها اهو. زي ما انتوا شايفين كده. وبعد بقى ما قلبت الكنافة كلها، هحط نص كمية الكنافة كلها في الصينية، واسيب نص التاني علشان انا هعمل صينيتين. تمام، احط نص في الاول واسويه، بعد كده احط النص التاني وبرضو اسويه. هحط اول نص كده واسويه كويس عشان تبقى كلها قد بعضها، متكونش في حتة عالية او حتة واطية وكده. النص التاني اهو، وانا بعمل في النص الاولاني. بعد ما سويتها كويس كده اهو زي ما انتم شايفين، هدخلها بقى الفرن
وبعد ما طلعتها من الفرن شايفين حلوة ازاي. دلوقتي بقى هشيلها واعمل النص التاني. احط عليها احط عليها شربات الاول. بحط بقى الشربات يكون ساقع علشان ما يطرش الكنافة وتبقى ناشفة حاجة بسيطة وتبقى مقرمشة وحلو. تمام بقى احط الشربات كله كده. ممكن لو عايزة الشربات تقيل زي ما انا حطاه كده عشان تقرمش الكنافة. شايفين جمالها كده بقى هي بتشرب الشربات اهو. بعد ما قلبتها بقى في الصينية والصينية اهي عشان احط بقى النص التاني اهو زي ما انتم شايفين كده. بحط بقى الكمية اهي وهسويها برضو زي الصينية الاولانية اهو. بسويها كويس كده. ودي بعد كده ما سويتها احطها برضو في الفرن. وجبت بقى هنا بولة وحطيت فيها كريم شانتيه وعليها مية حسب بقى ما تتقل معاكي وتشوفي انت عاوزة قوامها عامل ازاي. انا هتقلها قوي علشان تبقى حلوة معايا وانا حطاها في الكنافة. هقعد اضرب واحط مية حسب ما انا عاوزة. وكل ما بتحط مية كل ما الكريم شانتيه بيزيد معاكي اهو. هفضل اضرب فيه بقى كده لحد ما يتقل معايا. انا عاوزاه يكون تقيل خالص. هوريكم دلوقتي قوامه هيبقى عامل ازاي اهو. زي ما انتم شايفين كده هو ده القوام اللي انا عاوزاه. وزي زي ما بيقولوا كده بيبقى عامل زي منقار الديك. شايفين منقار الديك عامل ازاي. هو ده القوام اللي احنا عاوزينه. وجبت بقى معايا هنا 3 مانجات او حسب ما انت عاوزه. انا حطيت المانجا فيها كتير شويه. لو عايزه تقللي عادي زي ما انت عاوزه. هقشر المانجا كده لازم تكون متجمده. دي المانجا اللي احنا مفرزينها معاكم. وجبتها بقى قشرتها كده ساعة ما طلعتها من الفريزر على طول. غسلتها وقشرتها عشان اشيل التلج منها. تمام. لازم تكون جامدة عشان تعرفي تتحكمي فيها. او لو عايزة تجيبيها من بره بس تكون ماسكة نفسها ما تكونش طرية اهي. زي ما انتم شايفين كده هفضل اقشر فيها كده. طبعا هي كانت ساقعة جدا. اهو. بعد ما قشرتها هجيب بقى ال3 زي ما انتم شايفين اهمت. وهبتدي بقى ان انا اقطعهم شرايح كده اهو. هقطعهم كده شرايح وبعد كده اقوم رايحة مقطعاهم بالطول صوابع كده. وبعد كده اقوم رايحة عاملاهم مكعبات زي ما هتشوفوا دلوقتي كده. برضو دي اقطعها شرايح كده اهو زي ما انتم شايفين. بعد ما عملت الكمية كلها هي هقطعها بقى صوابع كده زي ما انتم شايفين. وهبتدي ان انا اقطعها مكعبات كلها كده مكعبات. برضو شرايح اهي ومكعبات. ودي برضو نفس النظام اهو كده مكعبات كده كلها شرايح. بعد كده اقطع مكعبات
قصدي صوابع، بعد كده اقطعها مكعبات. وبعد ما خلصت الكمية كلها اهي زي ما انتوا شايفين، شكلها مغري اوي الصراحة. والكريم شانتيه كمان اهوت والكنافة. هجيب بقى القمع بتاعي واحط فيه كريم شانتيه اهو عشان نعمل اشكال كده حلوة. هحط فيه بقى كده اهو. بعد بقى ما حطيت الكريم شانتيه في القمع بتاعي هزين بقى الكنافة كده. شايفين الشكل الحلو ده؟ هزين بقى كده الكنافة، اي اشكال بقى تحبوها اعملوها. انا في الحته دي كده كنت ببدع بقى، كنت بعمل اشكال بقى كتير حلوه اهو زي ما انتم شايفين كده. هملي طبعا هملي طبقه الكنافه دي كلها بكريم شانتيه اهو، بملاها كلها زي ما انتم شايفين كده. هحط برضو في الحته اللي في النص دي برضو اكملها كده اهو زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى هجيب المانجا، هحط نص المانجا في الطبقة الأولانية، وبعد كده في الطبقة التانية احط بقى الباقي كله. هقول لكم بقى في الطبقة التانية هنعمل ايه دلوقتي لما نحط نص كمية المانجا في الطبقة الأولانية اهو. كملها كده. بعد كده بقى هكمل باقي الكمية اهو بتاعت بحط المانجا يعني. بس كده خلاص. هحط بقى الكنافة. حطيت طبقة الكنافة التانية اهو زي ما انتوا شايفين، وبرضو هحط عليها كريم شانتيه زي ما انتوا شايفين كده، زي الطبقة الأولانية بالظبط هعمل في الطبقة التانية اهو. هحط كريم شانتيه وبعد كده هحط المانجا كلها بقى المرة دي عشان هما طبقتين بس. هما كده طبقتين كنافة، طبقتين كريم شانتيه، طبقتين مانجا كده. هكمل بقى بقية المانجا اهو، هحطها فوق، ودي بقى كده النهاية، دي اخر حاجة فوق كده. احط بقى الكمية كلها اهي. ممكن لو عايزة الطبقة اللي فوق تحطي المانجا صوابع صغيرة كده، وممكن تعمليها مربعات زي ما انا عاملاها كده، دي حاجة اختيارية عادي يعني زي ما انت عاوزة. بس لو عجبوكوا بقى ياريت تقولولي في الكومنتات، ولو عايزين اي حاجة اعملها لكم رمضان قولولي برضو في الكومنتات. تمام. بحطها اهو في الحتت اللي هي في الطرف. اكمل بقى الحروف كده اللي هي مفيهاش مانجا اهو. بعد بقى ما خلصتها اهي زي ما انتم شايفين جمالها. ما تنسونيش بقى زي ما قلت لكم في اللايك والاشتراك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.